لو سألت أي حد مهتم بتحسين هرموناته أو رفع التستوستيرون عن المتحكم الأساسي في القصة دي كلها، هيقولك إن المخ بيبعت إشارات للخصية عشان تشتغل. ولو هو قاري ومذاكر شويتين تلاتة هيقولك إن الهرمون اللي بيحرك الليلة دي كلها اسمه GnRH. ولفترة طويلة جدا المجتمع الطبي نفسه كان بيعتبر الهرمون ده هو قمة الهرم الفسيولوجي والمتحكم المطلق في دورتك الهرمونية بالكامل. بس اللي محدش بيقولهولك إن GnRH ده مجرد عسكري بياخد أوامره من قيادة أعلى منه بكتير، قيادة سرية هي اللي بتتحكم فعليا في ذكورتك، ومش بس الذكورة، كمان البناء العضلي وقدرتك على الإنجاب وحتى حالتك النفسية واستقرارك العاطفي. والأغرب من ده كله إن المايسترو الحقيقي ده الطب اكتشفه بالصدفة البحتة سنة 1996، مش في عيادات الذكورة، لكن عن طريق فريق بحث أورام كان بيدور على طريقة يوقف بيها انتشار سرطان الميلونوما. ولأن الاكتشاف ده حصل في مدينة هيرشي بولاية بنسلفانيا اللي مشهورة بصناعة شوكولاتة هيرشيز كيس، سموا الجين ده كيس 1 على اسم الشوكولاته يعني. النهارده احنا هنتكلم في كل ما يخص بيبتاين الكيس بيبتين، السر اللي خلى دكاتره الغدد الصماء يعيدوا كتابه كل اللي يعرفوه عن الهرمونات البشريه. فلو فاكر انك فاهم جسمك بيشتغل ازاي او بتدور على اقصى اداء بدني وهرموني ممكن توصل له، ركز معايا في كل كلمه هقولها النهارده لاننا هنشرح القصه من جذورها. عشان تفهم ازاي الكيس بيبتين بيتحكم في التستوستيرون لازم نبص على قمة المحور الهرموني في المخ. الكيس بيبتين بيتم انتاجه من خلال مجموعتين من الخلايا العصبية المتخصصة جدا المدفونة في الهايبوثالاموس، وتحديدا منطقة النواة المقوسة اللي بتعتبر المولد الاساسي للنبضات لكل نظامك التناسلي. الخلايا دي بتبعت اشارتها مباشرة لخلايا GnRH اللي بتكون مليانة بمستقبلات الكيس بيبتين. اول ما الكيس بيبتين يمسك في المستقبلات دي بيعمل زيادة كبيرة جدا في الاشارات الخلوية وبيحرك ايونات الكالسيوم، وده بيجبر الهايبوثالاموس انه يضخ GnRH في الدوره الدمويه بشكل نبضات. GnRH بقى بيمشي لحد ما يوصل للفص الامامي من الغده النخاميه ويمسك في خلايا متخصصه جدا هناك. الارتباط ده هو الزناد الثاني اللي بيخلي الغده النخاميه تفرز اهم هرمونين في حياتك، ال LH وال FSH. ال LH بيروح للخصيه يدي امر لخلايا ليدج عشان تصنع تستوستيرون، وفي نفس الوقت ال FSH بيروح لخلايا سيرتولي عشان يشغل مصنع الحيوانات المنويه. لكن الكيس بيبتين مش بيشتغل لوحده في الفراغ، هو جزء من شبكه عصبيه معقده اسمها شبكه KNDY. الشبكه دي بتضم الكيس بيبتين ومعاه بيبتايد تاني اسمه نايروكينين بي بيشتغل كدافع ومحفز للكيس بيبتين، وبيبتايد تالت اسمه داينورفين وده بيشتغل كفرامل للنظام. التفاعل المستمر بين البنزين بتاع النيروكنين والفرامل بتاعه الداينورفين هو اللي بيخلق النبضات الايقاعيه المنتظمه الضروريه جدا لاستمرار الوظيفه الجنسيه والهرمونيه بشكل صحي. الكيس بيبتين مش مجرد مفتاح تشغيل ميكانيكي، ده بيشتغل كجسر بيولوجي بيربط بين معدل الحرق وتوافر الطاقه في جسمك وبين قدرتك على الانجاب. في الواقع جسم الانسان ذكي جدا جدا جدا. في حالات العجز الشديد في السعرات الحراريه او الاجهاد البدني العنيف، التاثيرات دي بتقفل الخصوبه عشان توفر طاقه للنجاه والبقاء. خلايا الكيس بيبتين هي اللي بتترجم الحاله دي، لان حوالي 40% منها عليها مستقبلات لهرمون الليبتين اللي هو هرمون الشبع اللي بيفرزه النسيج الدهني، في حين ان خلايا GnRH ما فيهاش المستقبلات دي اصلا. لما مستويات الطاقه والدهون بتقل جدا الليبتين بيقع، وبالتالي اشارات الكيس بيبتين بتقف والتستوستيرون بينعدم. وده تفسير للرجاله اللي بيتعاني من سمنه مفرطه او سكر من النوع الثاني بيحصل لهم هبوط حاد في هرمونات الذكوره. وحتى الرجاله اللي بتكون نسبه دهونهم قليله جدا برضه بيحصل لهم مشاكل في هرمونات الذكوره. الجميل هنا ان استخدام الكيس بيبتين من مصدر خارجي بيقدر يتخطى الحواجز دي وبيحفز التستوستيرون حتى لو الجسم في حاله ضغط ايضي او مرض سكر مثلا. وبعيدا عن الرجاله، استجابه الجسم للكيس بيبتين بتختلف تماما بين الذكور والاناث. في الرجاله مثلا حقن الكيس بيبتين بيرفع ال LH وال FSH في اي وقت، لكن في السيدات الاستجابه مرتبطه بمستويات الاستروجين. في مرحله انخفاض الاستروجين الكيس بيبتين ما بيعملش اي تاثير يذكر حتى بجرعات عاليه، لكن لما الاستروجين بيوصل لاعلى مستوياته قبل التبويض الجهاز الهرموني الانثوي بيبقى حساس جدا للكيس بيبتين. الاستروجين العالي بيحفز خلايا الكيس بيبتين بقوه كبيره جدا، وده بيعمل دفعه كبيره جدا من ال LH عشان يحرر البويضه. الخاصيه دي خلت الكيس بيبتين يتفوق على ال HCG في عمليات التلقيح الصناعي، وده لان ال HCG ممكن يسبب متلازمه فرط تنشيط المبيض. لكن حقنه واحده او حقنتين من الكيس بيبتين بيعملوا طفره امنه جدا وما فيهاش اي مخاطر من المتلازمه دي. ولكن طبعا كل الحاجات اللي بنتكلم عليها دي ما ينفعش تحصل بدون استشاره طبيب متخصص وتحت اشراف طبيب متخصص، لان اي غلط في الموضوع ده ممكن يعمل كوارث، ودي انا هتكلم عليها كمان شويه.
فعالية الكيسبيبتين بتعتمد بشكل كامل على تركيبه الجزيئي. الجين الأساسي بينتج بروتين كبير مكون من 145 حمض أمين، وبعدين بينقسم لقطع أصغر. كل القطع دي بتشترك في إنها بتنتهي بتسلسل معين من 10 أحماض أمينية، وهو ده الجزء المطلوب عشان يقدر يمسك في المستقبلات. فلو بصينا هنلاقي إن إحنا عندنا نسختين أساسيتين. أول حاجة الكيسبيبتين 54، وتاني حاجة الكيسبيبتين 10. الكيسبيبتين 54 يعتبر قوي جدا، العمر النصفي بتاعه حوالي 32 دقيقة، وبيقدر يخترق حاجز الدم في المخ بسهولة عشان يحفز الجي ان ار اتش. اما الكيسبيبتين 10 فهو النسخة المصغرة الرخيصة اللي اغلبية العيادات بتستخدمها، لكن مشكلته الكبيرة ان عمره النصفي 4 دقايق بس، وبيتكسر في الدم بسرعة جدا. ورغم انهم حاولوا يحقنوا الكيسبيبتين كل 10 دقايق لمدة ساعة كاملة في التجارب، ما قدروش يوصلوا للارتفاع المستمر في ال اتش اللي بتعمله حقنة واحدة بس من الكيسبيبتين 54، وده لان اختراقه للمخ اضعف بكتير. بس تأثير الكيسبيبتين مش مقتصر فقط على انتاج التستوستيرون. الكيسبيبتين بيلعب في السوفت وير بتاع الدماغ حرفيا. مستقبلات الكيسبيبتين موجوده بكثافه في الجهاز الحوفي في المخ، وده احد الاماكن المسؤوله عن العواطف والترابط والمكافاه. فبعض من التجارب اللي اتعملت بالرنين المغناطيسي اثبتت ان حقن الكيسبيبتين بيحسن جدا من نشاط المخ استجابه للمؤثرات الجنسيه. ومش بس كده، ده كمان بيقوي الاتصال بين مناطق المخ وبيقلل من النفور الجنسي، لدرجه انهم قاسوا ده بوضوح من خلال رصد الاستجابه الفسيولوجيه المباشره للاعضاء التناسليه، ونجحوا انهم يعالجوا بيه اضطراب الرغبه الجنسيه المكتئبه عند الرجاله والستات. والاهم من ده كله ان التاثير النفسي والجنسي ده بيحصل فورا ومباشره في المخ قبل حتى ما التستوستيرون يتصنع ويزيد في الدم اصلا. يعني الكيسبيبتين يعتبر بيبتايد جنسي شامل بيبرمج المخ على الرغبه من الاساس اصلا. بس قبل ما نكمل، لو الفيديو عجبكم لحد دلوقتي وحابين ان اكمل في سلسله البيبتايدز، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك وشير للفيديو مع صحابك، وتكتب لي كومنت تحت، لان حقيقي تعليقاتكم هي الحاجه اللي بتخليني استمر في تقديم المحتوى. ولو حابب تدعم القناه وتشارك في لايفات مخصصه للداعمين فقط، تقدر تعمل ده من خلال زرار جوين او انضم اللي موجود تحت الفيديو، او من خلال اللينك اللي موجود في صندوق الوصف. وحابب افكركم ان بطلع لايف هنا على قناه اليوتيوب كل يوم حد الساعه 10 مساء بتوقيت مصر. في اللايف ده احنا بنتكلم عن كل حاجه تخص التدريب والتغذيه ومحسنات الاداء زي البيبتايدز والسارمز والاسترويد هرمون. وحابب اشكر جدا جدا داعمين القناه لحد دلوقتي، شكرا جدا ليكم. يلا بينا نكمل الفيديو. اكبر غلطه ممكن تدمر بيها نفسك هي انك تتعامل مع الكيسبيبتين بجهل، وتحديدا مشكله الداون ريجوليشن اللي بتحصل للمستقبلات. زي ما قلنا من شويه، جسمك بيفرز الكيسبيبتين في شكل نبضات مش بشكل مستمر. لو المستقبلات دي اتعرضت لتحفيز مستمر بدون توقف، الخليه عشان تحمي نفسها من التسمم والاستثاره الزايده بتفصل المستقبلات دي وتدمرها من جوه. لو خدت الكيسبيبتين بشكل مستمر او بجرعات قريبه جدا من بعض عشان تطارد ارتفاع التستوستيرون، في الاول هتحس بانفجار في الهرمونات، لكن بعد ايام بسيطه التاثير ده هينهار تماما، وهتدخل في حاله اخصاء كيميائي. الغياب المستمر للنبضات هيمنع الغده من افراز ال اتش والاف اس اتش، وبدون الاشارات دي خلايا الخصيه هتبدا ان هي تضمر. الاستخدام المستمر للكيسبيبتين بيوصل لدرجه انه بيعمل تدهور مباشر للخصيه. وتخيل ان دكاتره الاورام بيستخدموا الخاصيه دي بالذات عشان يوقفوا التستوستيرون تماما عند مرضى سرطان البروستاتا. عشان كده قواعد الاستخدام لازم تكون بحذر وتحت اشراف طبي ولا تقبل النقاش. الجرعات الفعاله للكيسبيبتين 10 طبقا للابحاث العلميه بتكون عاده من 100 ل 200 مايكرو جرام، بتتاخد تحت الجلد مره او مرتين في اليوم، ولازم تستخدمه في دورات محدده من 4 ل 6 اسابيع بالكتير، وبعدها فتره راحه بتبقى نفس المده عشان تسمح للمستقبلات انها ترجع لحساسيتها وطبيعتها تاني. وطبعا مش محتاج اوضح ان اياك تبدا باعلى جرعه، لان ده هيعمل ارتفاع كبير جدا في ال اتش، وبالتالي انتاج كبير جدا للتستوستيرون اللي بالتبعيه هيتحول بنسب كبيره جدا للاستروجين، وده طبعا ممكن يعمل لك احتباس في الميه، وممكن يعمل لك تثدي او جاينيكوماستيا. المفروض انك لازم تدرج في الجرعه في اول اسبوع عشان تدي فرصه لجسمك ان هو يتأقلم. ونفس الكلام لما تيجي ان انت توقف. كمان لازم تاخد بالك من بعض الاعراض الجانبيه البسيطه اللي بتحصل من اي حقن بقى، زي احمرار او ممكن تحس بهبات ساخنه زي اللي بتحصل مع الكلوميد. وبالفعل هيئه الدواء الامريكيه حذرت من استخدام منتجات الكيسبيبتين 10 الرديئه، لانها ممكن تخلي جهازك المناعي يهاجم البيبتايد نفسه. ارجوك خد بالك.
من اهم التطبيقات الفسيولوجيه للكسبيبتين هو استخدامه في بروتوكولات التنظيف او البي سي تي بعد سايكلز الهرمونات. لما بتدخل اي هرمون جسمك المخ بيوقف انتاج الجي ان ار اتش وبالتبعيه ال اتش والاف اس اتش، ولما بتوقف الهرمونات دي بتلاقي نفسك في حاله قصور في الغده التناسليه. و91% من الرجاله دي بيعانوا من ضمور في الخصيه، فقدان في العضلات، واكتئاب شديد جدا. فالفكره ان هدف التنظيف هو انك تصحي المحور الهرموني النايم ده في اسرع وقت ممكن. نظريا الكسبيبتين هو احد المواد المثاليه اللي ممكن تستخدم في الموضوع ده، لكن عمليا استخدامه لوحده يعتبر فاشل جدا، وده لان عمره النصفي اللي هو 4 دقائق بيخليك محتاج مضخه مستمره عشان تحافظ على الاشارات للمخ اللي نايم ده، والا المحور هيرجع يقفل تاني بين كل حقنه والتانيه. اما لو جينا بصينا على الاتش سي جي اللي عملت عنه فيديو قبل كده على فكره، فالاتش سي جي يعتبر ممتاز في انه يكبر الخصيه بسرعه ويخليها تفرز تستوستيرون من داخلها او انترا تستيكولار تستوستيرون، لكنه بيشتغل على الخصيه مباشره وبيتجاهل المخ تماما. التستوستيرون العالي والاستروجين اللي بينتجوا بيعملوا رد فعل عكسي قوي جدا بيخلي المخ يفضل مقفول ونايم، ولما توقف الاتش سي جي هترجع لنقطه الصفر تاني لان المخ نفسه ما اتعملوش اعاده تشغيل اصلا. وهنا بيجي الادوار بتاعه النولفاديكس والكلوميد والحاجات دي لان هي اللي بتشتغل على المخ بشكل مباشر، ولكن بعض الناس بتقترح دخول الكسبيبتين معاهم، وده لان ميزه الكسبيبتين انه بيعالج العيب القاتل ده، لانه بيجبر المخ انه يفرز الجي ان ار اتش الطبيعي بتاعه، فبيشغل المنظومه كلها من فوق لتحت بشكل طبيعي. طبعا في بعض الناس بقى ممكن ان هي تمزج ما بينهم كلهم، يعني تاخد الاتش سي جي وتاخد النولفاديكس والكلوميد وتاخد معاهم الكسبيبتين اف نيدد، يعني لو احتجت يعني. وعلى فكره في الحته دي انت بنسبه 99% مش هتحتاج الكسبيبتين اصلا، يعني انت تقدر تعمل بي سي تي بشكل مثالي من غير الكسبيبتين خالص. بس وجهه النظر ان انت لما بتمزج حاجتين زي الكلوميد او الانكلوميفين بالتحديد مع الكسبيبتين، الانكلوميفين بيقفل مستقبلات الاستروجين في المخ، فبيعمل مخ وبيخليه يفتكر ان مفيش هرمونات، فبيرد بزياده ضخمه جدا في الجي ان ار اتش وبالتبعيه ال اتش والاف اس اتش. طبعا الدمج ما بينهم بيخلق قوه كبيره جدا. الكسبيبتين بيشتغل كبدال البنزين اللي بيعصر المستقبلات الهايبوثالاموس بقوه كبيره جدا، والانكلوميفين بيشتغل كانه شال الفرامل تماما بمنع تاثير الاستروجين السلبي. طبعا الطريقه دي نظريا بتسترجع حجم الخصيه وانتاج الحيوانات المنويه اسرع بمراحل من استخدام اي مركب فيهم لوحده، ولكن تاني انا باكد نظريا لان مفيش ناس كتير استخدموا الكسبيبتين بشكل ناجح وعمل فرقعه جامده جدا في البي سي تي مختلفه عن لو انت ما استخدمتوش خالص. بس في حاجه قويه جدا بقى للكسبيبتين، ان التاثير النفسي بتاعه على المخ بيضاد تماما اعراض الاكتئاب وفقدان الرغبه الجنسيه المرعبه اللي الرجاله بتمر بيها في فترات التنظيف دي. وفي النهايه لو حابب ان انت تعرف اكتر عن احدث المواد اللي موجوده في السوق حاليا فانصحك ترجع تتفرج على الفيديو ده. بس كده ده الموضوع اللي كنت حابب اتكلم فيه النهارده. شكرا لكم يا شباب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.